ده ايه الكتاب ده؟ معلش. اسمه ابراهيم عيسى رحله الدم القتل الاول. ده اللي بيسب فيه ارميه. كل الصحابه. كل الصحابه. طب ونزل ازاي؟ اسال بقى الدوله. انا جبته لك يا ابراهيم اللي انت شاتم فيه كل الصحابه رضي الله عنهم. التافه ده بيتكلم عن سيدنا ابو بكر. تخيل التافه ده بيتكلم عن سيدنا عمر. تخيل وسايبينه. ده هو ازدراء الدين الاسلامي ايه؟ ما هو ده. الدوله خايفه من عيل عبيط بحماله. بقول له تاني بفكرك بسميه السيد سليم اللي كانوا مسمينها فاتنه اويسنا. ابراهيم مين اللي وداها لجمال حبيب جد الله صاحب هاي موتورز؟ ها؟ بس يا ريس مش عارف الرد مكفول. انا قايل لك يا ابراهيم وعلى فكره وجاي لك الاستديو. بلاش التافه يعني. لا تافه اللي يتكلم عن الصحابه بهذا الشكل المزري وازدراء دين الاسلام يبقى تافه ويبقى حقير ويبقى قليل ادب ويبقى اهله ما ربوهوش دي خلاص. ويبقى الحماله دي اللي لابسها دي حماله البتاع دي الحماله اللي فرحان لي بيها. واخد بالك؟ اقول لك حاجه. عمرك شفت ابراهيم عيسى هاجم راجل اعمال؟ لا. طيب محمد سعد الخطاب بيكتب في خلاص بقى قال ادبه على سيدنا ابو بكر سيدنا عمر. خلاص الاستوديو هيولع بينا والنبي الكلام ده بخاف منه. ده لما تشوف الشارع يضربوه بالجزم. خلاص ده راجل غلط. وانا مش عارف. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه وشاتم الشيخ الشعراوي عندك هنا. الشيخ الشعراوي المحترم اللي كل 100 سنه بيجي راجل ربنا بيبعت راجل يعني. امام ينصح الناس شاتمه برضه.